التليفون اللي معانا مدام سحر مازن. مساء الخير يا مدام سحر. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتوا طيبين. الحقيقه انا بكون سعيد لما اكلمك على الهوا دايما، بس قريت لك حاجه خلتني لازم اكلمك على الهوا الحقيقه. بمناسبه يا اهلا بيك. يا اهلا بيك. بمناسبه رحيل الفنان العالمي عمر الشريف، حكيتي حكايه اسمعها منك كده على التليفون لما سواق التاكسي عمل حاجه معاه. يعني اديني كده اللي حصل بالظبط يا مدام سحر. هو انا كان عندي حاجه في مرة القاهره، وبعدين وانا خارجه من البارك لقيت تاكسي واقف. بس ما نقولش اسماء الفنادق بعد اذنك، ما نقولش اسماء الفنادق. اوكي. في فندق ما. وبعدين انا لقيت تاكسي واقف قدام باب الفندق وفاتح باب التاكسي وعمال بيزعق لحد عايز ينزله من العربيه. تمام. فانا بصيت كنت شايفه لسه ليه صور مؤخرا، يعني عارفه شكله دلوقتي بقى ايه. لعمر الشريف. فاتفاجئت ان هو عمر الشريف، فجالي شك، مش مصدقه ان سواق تاكسي بيعمل كده في هذه القامه والقيمه يعني. تمام. فانا نزلت من عربيتي وقلت له انت ازاي بتعمل كده؟ انت عارف ده مين؟ قال لي ايوه انا عارف ده مين، بس حضرتك ما تعرفيش مبهدلني من الصبح. انا لفيت بيه 100 فندق في كل انحاء القاهره على النيل، وهو مصمم انه نازل في فندق على النيل، وانا وديته كذا فندق وهو مش عارف فين الفندق. هو كان لوحده يا سحر؟ كان لوحده؟ كان لوحده تماما. ايوه. هو كان ناسي اسم الفندق ولا مش عارف هو رايح فين؟ لا هو مش عارف الفندق اصلا. هو كان عارف لما حد بيزعق في حد وهو مكسور خايف كده، صعب عليا جدا يعني. انا ده قلت لسواق يعني عارفه ده خلينا نقول يعني الراجل عمل كل التاريخ ده، وسواق التاكسي هو مسكين برضه، لكن في النهايه ما عملوش معامله لائقه الحقيقه. يعني كان يجب انه يستدعي امن الفندق. طبعا. رحت انا طبعا قلت له انت ممكن تكبر ربنا يعمل فيك كده. فانا اتفاجئت ان هو عنده زهايمر، انا ما كنتش اعرف المعلومه. فرجعت للسكيورتي بتاع الفندق قلت لهم اطلعوا اتصرفوا معاه، لان انا مش عارفه اتصرف، وحقيقي كنت مستعجله يعني. انا لو عندي وقت انا كنت خدته واتعمل. الحقيقه يعني انا طب امشي. انا اتعمدت اسمع منك الحكايه. الله يرحمه ويحسن اليه، خلاص هو توفى وارتاح من الدنيا دي كلها، لكن انا بشكرك من قد ووعد. إيه بس الاستاذ ضياء بيسالك امتى تحديدا، يعني بقى لها فتره دي شهرين ثلاثه؟ الواقعه دي تقريبا يعني ما فيش اقل من شهر او شهر تقريبا. شهر اقل من شهر. الله يرحمه. انت كمان ليكي واقعه لازم استضيفك فيها على الهواء، تكون معايا في الاستوديو وتحكيها بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وانا بشكرك جدا مدام سحر. بشكرك. بشكر حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه.